تخيل لما اقول لك ان في دوله قدرت تحتل دوله تانية اكتر من 200 سنه، نهبت منها في خلال ال 200 سنه دول ما يعادل ال 45 تريليون دولار. السؤال الاول اللي جه في بالك دلوقتي، مين الدوله اللي قدرت تحتل دوله وتعمل فيها ده كله؟ السؤال الثاني، مين هي الدوله اللي تعرضت للاحتلال واتنهبت منها الثروات دي كلها؟ السؤال الثالث بقى وده الاهم، يا ترى الدوله القويه اللي احتلت الدوله الضعيفه دي ايه الاساليب او ايه الاجراءات اللي اتبعتها عشان تقدر تنهب منها كميه الاموال الرهيبه دي؟ ان شاء الله هنحاول نجاوب مع الاسئله دي في حلقه النهارده. اجابه السؤال الاول بتاعك، مين هي الدوله اللي قدرت تحتل دوله كده؟ دي كانت بريطانيا. السؤال الثاني بقى، مين هي الدوله المحتله؟ دي كانت الهند. بريطانيا احتلت الهند لاكثر من 200 سنه. قدرت بريطانيا انها تنهب من الهند ما يعادل 45 تريليون دولار. المشكله مش في كده، المشكله ان البريطانيين بيحاولوا دايما يروجوا الاشاعات بان الهند كانت عبء على البريطانيين، وان بريطانيا لما كانت بتحكم الهند كان من باب العطف والشفقه. الكلام ده كله اتنسف في لحظه عن طريق باحثه شهيره اسمها أودسا باتنايك. عملت بحث شهير والبحث ده نشرته جامعه كولومبيا. البحث ده بقى نسف الادعاءات الكاذبه اللي قالتها بريطانيا. تعال نشوف الكلام ده حصل ازاي. الباحثه هنا اعتمدت على بيانات دقيقه وتفصيليه عن الفتره اللي استعمرت فيها بريطانيا الهند من سنه 1765 لسنه 1938، وقدرت تطلع في النهايه بان مجمل المبالغ اللي سرقتها بريطانيا من الهند تعادل حوالي 45 تريليون دولار. على سبيل المثال المبلغ اللي احنا ذكرناه ده يعادل 17 ضعف الناتج المحلي البريطاني في الوقت الحالي. تخيل كميه المبالغ كانت عامله ازاي. البحث هنا بدأ كلامه ازاي؟ بيقول لك ان في البدايه علاقه بريطانيا في الهند كانت علاقه دولتين ببعض عادي جدا. البريطانيين كانوا بيستوردوا من الهنود المنتجات العاديه زي المنسوجات او الارز، وبيدوا لهم مقابل المنتجات دي الذهب او الفضه. ولكن الموضوع اتغير لما جت سنه 1765. اللي حصل هنا ان في شركه شهيره جدا اسمها شركه الهند الشرقيه البريطانيه، والشركه هنا سيطرت على الهند. طب ايه اللي حصل بالظبط؟ الشركه هنا ابتدت تفرض ضرائب على الناس، وفي نفس الوقت تاخد مجموعه الضرائب دي كلها وتصرف جزء منها بانها تشتري المنتجات اللي مع الهنود. ازاي؟ علشان خاطر انا كده اتلخبطت. واحده واحده وبالراحه، وهديك مثال بسيط. نفترض ان انا كمواطن هندي اتفرض عليا مبلغ وضريبه معادلها 100 روبيه. في نفس الوقت الحكومه البريطانيه هتشتري مني انا المنتجات اللي معايا وهتديني مقابلها 50 روبيه. ال 50 روبيه اللي الحكومه هتديهاني انا اصلا دفعتها لها في صوره ال 100 روبيه، يعني بمعنى صح هم خدوا مني المنتجات بتاعتي وكمان اديت لهم فيها فلوس. طبعا دي هنا عمليه سرقه ممنهجه وفكره شيطانيه. وطبعا الهنود في البدايه ما كانوش مدركين قوي اللي بيحصل ده، لان العميل اللي بيلف يجمع الضرائب غير العميل اللي بيشتري منهم المنتجات. يعني على الاقل لو الاثنين كانوا مجرد شخص واحد الهنود كانوا يحسوا ان في حاجه مش مظبوطه. بريطانيا طبعا كانت بتاخد المنتجات دي كلها تستهلك جزء منها، والجزء الباقي تبيعه باضعاف مضاعفه للمبالغ اللي هي دفعتها للهنود اللي هي اصلا تعتبر ما دفعتهاش، وفي نفس الوقت كانت بتحقق فائض كبير جدا على حساب الشعب الهندي. الوضع هنا بيتغير بقى سنه 1858، وفي الحاله دي بريطانيا هنا بتسمح للتجار الاجانب اللي عايزين يشتروا بضاعه من الهنود انهم يتعاملوا مع الهنود مباشره. واحد يقول لك طب الكلام ده حلو؟ لا مش حلو، ركز معايا في الحته دي عشان ما تتوهش مني. بريطانيا في الفترة دي أصدرت عملة ورقية خاصة بيها. العملة دي محدش بيصدرها غير الإمبراطورية البريطانية. أي تاجر أجنبي عاوز يشتري بضاعة من الهند لازم يروح الأول لندن يشتري العملة الورقية دي ويدفع مقابل هذه العملة ذهب أو فضة. أصبح التاجر هنا معاه العملة الورقية، هيروح للهنود هيشتري منهم البضاعة اللي معاهم وهيدي لهم بدل منها العملة الورقية. طب التاجر الهندي هياخد العملة الورقية يعمل بيها إيه؟ بريطانيا هنا هتحولها له إلى عملات روبية هندية. يعني بمعنى صح عملية سرقة ممنهجة، لأن كل الذهب والفضة راح لبريطانيا والمواطن الهندي خد جزء بسيط جدا من الروبيات اللي هي ما تعادلش 1% من قيمة المنتج الأصلي. الأمر الغريب والعجيب إن الهند في فترة حوالي 30 سنة وبالتحديد في أوائل القرن العشرين حققت فائض ضخم جدا في الإنتاج، ولكن للأسف الفائض ده اتحول عليها في صورة عجز، لأن الذهب والفضة كله كان بيروح على مين؟ على بريطانيا. الهند في الوقت ده ما لقتش غير حل واحد بس، وإن هي تستدين من بريطانيا. يعني في نفس الوقت بريطانيا هنا بتدي للهند ديون اللي هي أصلا سارقة منها أضعاف أضعافها. من الواضح يا جماعة إن الهند ما كانتش عبء على بريطانيا، بل العكس، بريطانيا هي اللي كانت عبء على الهند، لأن الهند بالنسبة لبريطانيا كانت الوزة اللي بتبيد دهب.
بريطانيا كمان استفادت من كل الموارد دي في تمويل غزوها لبناء مستعمرات، زي ما غزت الصين فتره وفي نفس الوقت عملت مستعمرات في استراليا وكندا، وده كله كان على حساب الشعب الهندي. الباحثه بتاعتنا هنا اعتمدت في البحث بتاعها على 4 فترات اقتصاديه، وحسبت في كل فتره كميه الموارد المستنزفه وضافت لها نسبه بسيطه جدا وهي فايده 5%، طلعت لنا في النهايه بمجموع يعادل ال 45 تريليون دولار. طبعا انا عاوزك تكون مدرك النقطه دي قوي، وان ال 45 تريليون دولار مش ممكن يكونوا هو المبلغ الاصلي اللي تم سرقته، ولكن ده مبلغ تقريبي من اللي تم سرقته على مدار 200 سنه. المثير للدهشه بقى ان البريطانيين نفسهم بيروجوا لفكره ان الهند كانت عبء على بريطانيا، ومش البريطانيين بس، ده معظم المؤرخين والسياسيين. يعني عندنا مثلا المؤرخ البريطاني نيال فيريكسون كان بيقول لك يا جماعه الحكم البريطاني بتاعنا هو اللي ساعد على تطوير الهند. كمان عندنا رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون كان بيقول لك يا جماعه ان الحكم البريطاني ده مساعده خالصه للهند. المشكله كمان ان الشعب البريطاني نفسه عنده نفس الفكره، وده بحسب استطلاع عملته شركه اسمها شركه يوجوف، والشركه دي متخصصه في البحث في الاسواق، وقالت يا جماعه ان نص الشعب البريطاني بيعتقد اعتقاد تام ان الهند كانت عبء على حكومتهم بريطانيا اثناء فتره الاحتلال. تخيل يا مؤمن ان بريطانيا احتلت الهند لمده 200 سنه، ما حصلش اي زياده لنصيب الفرد من الدخل اطلاقا، بل على العكس نصيب الفرد كان بيقل للنص، بالاضافه للمجاعات اللي ضربت الهند في فتره الاحتلال البريطاني وقضت على عشرات الملايين من الهنود تحت مرأى ومسمع البريطانيين واللي ما كانوش بيعملوا اي حاجه. في النهايه عايزك تتاكد من المعلومه دي، وهو ان قوه بريطانيا العظمى او الامبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس ما كانتش اعتمدت في المقام الاول على الثوره الصناعيه ولا على قوه البخار ولا على مواردها وامكانياتها، بل على نهب ثروات وموارد الشعوب خاصه الشعب الهندي. في النهايه هقول لك سؤال مهم جدا يا ريت تجاوبنا عليه، برايك كده مين الدوله العربيه اللي موقفها شبيه بموقف الهند وتعرضت برضه للاحتلال البريطاني وحصل لها عمليه سرقه ممنهجه؟ هستناك ترد عليا.